سارع منظمو كأس العالم لكرة القدم في قطر لإخفاء خيام الجعة الكحول التي نصبت حول ملاعب كرة القدم، وهذا بعد طلب مباشر من العائلة الحاكمة القطرية. ومع انطلاق الحدث العالمي الضخم في غضون أيام قليلة، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة الجعة البيرة الأمريكية بودويزر إلى أماكن أخرى بعيدا عن أنظار المتفرجين المحليين، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. في حين ينص جزء من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر على السماح ببيع الكحول خلال الحدث الكروي، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية لام بودويزر. وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية غير قانونية في قطر، إلا أنها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق الراقية المخصصة. وقد طلب المسؤولون القطريون أن يتم احترام العادات والتقاليد المحلية لاستهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم. وشوهد عمال ينقلون خيم الجعة إلى مواقع بديلة قبل بدء المباراة الأولى في نهاية هذا الأسبوع. وسيكون القرار بمثابة ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم بودويزر، والذي يقال إنه يدفع حوالي 64 مليون جنيه استرليني للفيفا كل 4 سنوات مقابل حقوق امتيازات البيرة الخاصة به. وفي بيان للشركة، قالت بودويزر إنه تم إبلاغها بالتغييرات يوم السبت فقط، وهي تعمل مع الفيفا لنقل منافذ الامتياز إلى المواقع حسب التوجيهات. كما قال المغني رود ستيوارت لصحيفة سانداي تايمز إنه رفض عرضا قيمته $1,000,000 لأداء عرض في قطر بسبب سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان. والمباراة الأولى لكأس العالم 2022 يوم الأحد 20 من نوفمبر على ملعب البيت، حيث يلعب أصحاب الأرض مع الإكوادور.